محدش بيعرف اذا كان هينجح ولا لا في العوم الا لما بيتعلم، ولما بيتعلم لا ينزل لا يغرق ويلاقي اللي ينجيه يا يعدي الناحية التانية. بقول كده على اساس ايه؟ وبقول كده بتكلم على ايه؟ عن الحياة. عن الحياة اختباراتها. انت بتختبر في الدراسة، بتمتحن في الدراسة وتجيب مجموع وتشتغل وظيفة لازم تتميز فيها عشان تنجح. وبعدين يجي عليك الاختيار انك لازم تشتغل وظيفة، وبعد ما تشتغل وظيفة لازم تختار شريك حياة تعيش مع حياتك بقى، تأسس أسرة وبيت وعيال وكده. كل الشخصيات بما فيهم انا قلت افضفض معاكم بقى، عندنا مخاوف شويه من الحته دي، والاقي ناس بعتلي رسائل عندها مخاوف من الحته دي. طب ما تيجوا نفنطها كده واكلمكم كده كاني بكلم نفسي. لما بتروح لبياع خضار، عفوا للتعبير ولكن هو تشبيه حلو، تقول له نقي لي حاجه رايحه بيتك، وانت في نفس الوقت عارف الخضار اللي شكله حلو عامل ازاي. طيب وبتاع الخضار ده بيتعامل معاك بقاله سنين وبيديك احسن حاجه. طب ما تنقي شخص اهله كويسين، يبقى ده اول بند. طب ما في شخص يا نورهان بيشز عن اهله، معاك والله وجالك في الكلام، بيشز عن اهله بس ليه كبير، ليه حد بيكبره في وقت معين. لما بتكون مرتبطه بشخص او بتكون مرتبط بشخصيه بتقول لها وانتوا مخطوبين كده، تقول لها ايه؟ هو انت تحبي لما نزعل مع بعض اسيبك وانزل، ولا اقعد معاكي في حته تانية، ولا اعديها المره دي واصالحك بس المره الجايه انت اللي هتصالحيني؟ تحبي ايه؟ انت براحتك. وانا بسال الشخصيات نفس الاسئله دي على فكره. هتعرفوا وقت الخلاف، هتعرفوا وقت الخصام، هتعرفوا وقت الغضب. اللي ما بيتعداش الاصول في كل ده خليك معاه وانت مطمن. مش اللي مش هيبقى فيه خلاف بس هيمسك في الاصول وهو صاحب خلاف، وانه يبقى بيصلي، وانها تبقى ملتزمه بخلق ومبادئ. بشوف صور لاشخاص مخطوبين على الانستجرام، وبشوف صور لاشخاص مخطوبين على التيك توك وفيديوهات. ان الخطوبه دي تعارف، يعني نخلي فيه تهذيب، كسوف، خجل، يبقى فيها خجل، يبقى فيه احترام، يبقى بيحترم ربنا. مش معنى ان انا وانتي قاعدين لوحدينا، او ان انت وهو قاعدين لوحديكوا، ان خلاص كده هو ايه، هو بيعبر عن مشاعره. مشاعر مين يا ماما اللي يعبر عليه؟ هو عنده اخلاق، هو عارف ان كل حاجه ليها وقتها. احنا مخطوبين، فكره ان احنا مكتوب كتابنا فمكتوب ده مبدأ انا ضده بصراحه. ما تكتبوش الكتاب، اكتبوه يوم الفرح. فاحنا بنبقى قاعدين مع بعض لوحدينا، مش تعبيرا عاطفيا، لا، عشان نفهم اخلاق بعض وشخصيه بعض، مشاكل بعض. الخطوبه سنه ليه؟ زي الاحوال الجويه كده، ايه، زي ما الاحوال الجويه بتتنوع خلال السنه، فخلال السنه دي هيحصل موقف تعرفكم بعض. البنت الجدعه بتعرف، والراجل الجدع بيتعرف، والراجل المسؤول بيتعرف، اللي هو تعالى الحقني انا معرفش ايه، انا عندي كذا، انا مش عارف اظبط ايه عشان خاطر ايه، انا بظبط حاجات في الشقه وكده ومش هعرف اجيلك النهارده او اقابلك. تمام. مش اهم حاجه اول الخطوبه انك هتخرجني وهنخرج وهنفرح وهنتسوق، ما قلتش حاجه، ده جزء، وباقي جزء ان انا مطلوب مني اعرفك، مطلوب منك انك تعرفني. انتوا يا جماعه بتقضوا وقت في الخطوبه حب ولفلفه وتمام، بتيجوا في الفرح تصدموا ببعض، تطلعوا شراره. ليه؟ انا مسؤوله ان انا اعرفك، وانت مسؤول انك تعرف، مسؤول ان انا الاقي فيك حته وانت تلاقي فيها نفس الحته، انك تنفع تكون اب لاولادي. يا حبذا ممكن تلاقي راجل يصلح يكون زوج وحبيب، ولكن لا يصلح يكون اب. يقولك رب بنتي. واتقالت لي على فكره ان انا كواحده بتقدم محتوى ودارسه ان انا هسيب لك تربيه الولاد. ماشي، ما في جزء عليا وجزء عليك. حتى لو كنت انا دارسه ايه، المركب اللي فيها رئيس واحد في العلاقه الزوجيه بتغرق. اوقات انا اقول لهم لا على حاجه باباهم يوافق، اوقات باباهم يقول لي لو سمحتي كذا، انا رايي كذا. اوقات في سن الولد بيكبر، في حاله ان انا انجبته، الولد بيكبر بعايز وجهه نظر الاب. البنت لما بتكبر وبيقدم لها عريس توصل لسن المراهقه لازم يقول لها الاسطوانات اللي بيقولوها الرجاله، لانه راجل وعارف. يقول لها مين الراجل ابن الحلال، مين الراجل المسؤول اللي بيخش البيت من بابه، مين الراجل اللي هي ينفع تصاحبه، يبقوا صحاب مع بعض، يبقوا بيتعاملوا مع بعض، يبقوا زمايل عمل، تبقى هي اقرب واحده ليه. الاب بيبقى صاحب بنته اول ما بتوصل سن المراهقه، وبيبقى صاحب ابنه من قبل ما يوصل سن المراهقه. تعالى مع بعض نصلي، تعالى مع بعض اقعد مع صحابي، ياخدوا بيكبروا كده، بيحتوي، بيخش وسط صحابه.
الام والاب بيخشوا في وسط اصحابها، ده ايه؟ ما ممكن في راجل تجوزيه يقولك شيل انتي، اعملي انتي، ما انت بتعرفي، ما انت دارسه، ما دارسه خلاص شيلي. اشيل بس انا محتاجه لك في كل حاجه. المركب اللي ليها رئيسين بتغرق الا في الجواز. المركب اللي ليها رئيسين بتنجو. انا وانت، انت تشد انا ارخي، انا ارخي انت تشد، انا ازعل تقول لهم لازم نصالح ماما، انا ما ازعل منه، انت تزعل منهم، لازم نصالح بابا، لازم نعمل اي حاجه، بابا عنده حق، بابا مش قصده. انا لو مفيش بيني وبينك تفاهم، مفيش بيني وبينك حوار، وعلى فكره ممكن انا اصالحك وانت تصالحني وانت عارف ان انا معيش الحق وانا عارفه ان انت معكش الحق، بس احنا مش في حرب. مين هيدفع الرايه البيضاء الاول؟ ولا مطلوب منك تعيشني في حياتي زي ما هي، ولا مطلوب مني اعيشك في حياتك زي ما هي. نعمل حياه تالته مشتركه بيننا احنا الاتنين تبقى مريحه لينا احنا الاتنين. ما قدرناش يبقى ما ننفعش مع بعض، لان احنا لو ضغطنا على الخلاف بحكم الحب بيموت وبيقتلوا عدم التفاهم. ولو في حب بسيط وتفاهم بيزودوا التفاهم، حب وكده وجاذبيه، ولو في بينا تفاهم بيزودوا التفاهم. لو مفيش تفاهم الحب بيقتل والمشاكل بتظهر. فاحنا محتاجين نتحضر للمشاكل دي، نتحضر للحاجات دي. انتوا عايزين تتحضروا لده ولا لا؟ عايزين تعملوا احسن فرح واحسن خطوبه واحسن توضيب شقه واحسن توضيب جزء من الفرح. يعني مثلا هنقول لو انتوا هتعملوا سنه خطوبه 3 شهور، خدي او 9 شهور اعرفيه، اخرجي معاه واعرفيه واتكلمي معاه وافتحي معاه حوار، وما تتغاضيش عن وجهه نظره. يعني تسيبيه يقول وجهه نظره باريحيه، وانت كمان قولي وجهه نظرك باريحيه، هو يناقشك انت تناقشيه، انتوا حرين. في حاجات يا جماعه لازم نسال فيها، زي انا مثلا في من الحاجات اللي بقولها، مثلا انا بقول انا بجرب فكره الحاجه، احنا اتمينا سنه، ممكن نبقى سنه وشهر دلوقتي، ممكن ما كملش، انا مش موافق انك تكملي، حد يقول انت حره، ملوش حق انه يتدخل في لبس، لا بس فكره ان حد هيزعل، يعني انا عارفه ان ربنا هيزعل لو الحجاب بيعمل مسؤوليه، انا عارفه ان ربنا هيزعل لو مثلا انا قلت ان انا هسيبه وشلته، لكن بقول مثلا بجرب. طب في راجل يقول لك لا ما تشيليهوش، هل احنا هنضايقه؟ لا مش هنضايقه، احنا بنحاول نعمل اللي يرضي الطرفين. انا هسكن في المكان الفلاني، لا انا عايز اسكن في المكان الفلاني، نجيب حته وسط. انا عايز اسكن مع اهلي، لا انا عايز اسكن جنب اهلي، نجيب حته وسط. مش كل ده كلام الناس تناقش فيه، وفي اتنين بيلاقوا جاذبيه ويلاقوا مشاكل بينهم في حوارات وحاجات، يقول لك ايه ناجلها لان احنا بنحب بعض. طب ما هي بعد الجواز هتتراكم وتعمل حمل عليك وتدفنوا تحتيه، ليه كده؟ والعلاقه تموت ليه كده؟ لا مفيش داعي. بالراحه وبادب وباخلاق، وهي حياه مش سهله لكن مستاهله. مستاهله ان انا بعد عمر طويل الاقي نفسي عندي مثلا 60 سنه، وعشرتي مع الراجل بقت 40 سنه، مثلا بقالي 40 سنه او 30 سنه متجوزه الراجل ده، الولاد اتجوزوا وانا وهو قاعدين مع بعض بنتفرج على التلفزيون، نلعب طاوله، بنخرج مع بعض، انا تعبت هو جنبي، هو تعب انا جنبه، حياه تستاهل والله. فكره كابل يعني شريك في كل حاجه، في الحلوه وفي الوحشه، حد بيشاركك، عقليه بتتعب عشانك وانت بتتعب عشانها، الموضوع مستاهل. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نكمل بعض ونريح بعض ونفرح ونزعل مع بعض ونطبطب على بعض. شايفينها مش مستاهله؟ لو انت عايز الحلو اللي فيها بس، فهي بالنسبه لك مش هتبقى مستاهله ولا هتبقى سهله، فخليك. لان دايما اللي بيحكي لك ده، وانا باكد لك، بيحكي لك المشاكل، لكن في وقت السعد والهنا عمرك ما هتسمع عنه حاجه، اصل بيخاف يتحسد، فتلاقيه بيحكي المشاكل بس ويعقدنا احنا. طب يا راجل كده ينفع؟ يا راجل منك لله ليه كده؟